بعدما كانت فرنسا تعتبر المغرب حديقته الخلفية ترزح فيه وتلعب فيه كما تشاء، اليوم المغرب بات يشهر العين الحمراء في تجاوزات الفرنسيس. كان آخرها الأسبوع الماضي. أوقفت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة فرنسيا وهو يهم لتمرير قرابة 7 كيلوغرام من المخدرات عبر ميناء طنجة المدينة في اتجاه باخرة حربية ترسو بهذا الميناء. والغريب أن الموقوف ليس سوى جندي فرنسي، حيث كانت سفينة حربية فرنسية ترسو بميناء طنجة قبل استكمال طريقها نحو وجهتها، حيث يفترض أنها ستشارك في إطار التنسيق البحري بين المغرب وعدة دول في إطار مجموعة 5+5 دفاع. المعطيات المتوفرة كتقول بأن المصالح الأمنية في إطار توسيع دائرة الأبحاث اتضح لها أن الجندي الفرنسي قام في فندق بمدينة طنجة، فتوجهت إلى غرفته وتم حجز كمية إضافية تناهز 4 كيلوغرامات من مخدر الشيرة كان يحتفظ بها الجندي الفرنسي، محاولا تهريبها إلى السفينة وبالتالي إعادة توجيهها إلى الأراضي الفرنسية. المصادر قالت أن السفينة استكملت الرحلة البحرية باتجاه هدفها، في حين تم الاحتفاظ بالجندي الفرنسي لغاية انتهاء التحقيقات والعمل على تسليمه في إطار القوانين الجاري بها العمل بين القنصليات والسفارات. هذا الفعل يؤكد على أن السلطات المغربية باتت تتعامل بحزم مع كل ما يقوم به الفرنسيين، سواء كان سيئا أو حسنا، وهذا منعطف جديد في إطار العلاقات الفرنسية المغربية التي دخلت في إطار صراعات، وكان آخرها محاولة سحب جميع الشركات الفرنسية على الأراضي المغربية.